بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة نحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهارده هنتكلم عن محصول البطاطس، أحد محاصيل العائلة الباذنجانية، طريقة الزراعة وطريقة التسميد. طبعا نبات البطاطس ده بيزرع من 15/8 إلى 15/2 على 3 عروات: العروة الصيفي والعروة الشتوي والعروة المحيرة، بالترتيب عروة شتوي ثم العروة المحيرة ثم العروة الصيفي. بيحتاج الفدان من 700 إلى 1500 كيلو، من 700 كيلو إلى 1500 كيلو للفدان. بيزرع طبعا البطاطس تزرع لابد من حرث الأرض حرث التجايد، ثم نضع الخدمة الزراعية اللي هي عبارة عن 20 متر سماد بلدي في الأراضي السمراء أو الأراضي الطامية أو الأراضي وادي النيل. 20 متر سماد بلدي، 300 كيلو سوبر، 150 كيلو كبريت زراعي، 50 كيلو بوتاس، 25 كيلو مغنيسيوم، 50 كيلو سلفات نشادر، ونخلطهم مع بعض ونبدأ نخطط الأرض بمعدل 10 خطوط على القصبتين، أي القصبتين حوالي 7 متر. طبعا هنبدأ نروي رية كدابة قبل الزراعة من 10 ل 12 يوم، وبعد كده نبدأ نزرع بالسطارة أو بالمحراس. بنضع حب البطاطس دي في وسط الخط، بعد كده بنردم عليه. العيون بتبقى إلى أعلى على مسافة من 20 إلى 25 سم بين الواحدة والأخرى، على عمق 10 سم أو 5 سم على حسب الزراعة. وبعد كده بنبدأ دي اسمها زراعة الري، ديت الري طبعا طريقة الزراعة الحريتي. أما العفير بنزرع وبعد كده بنبدأ نروي سليم، نزرع وبعد كده بنبدأ نروي. أول رية طبعا يحتاج النبات من 6 إلى 10 ريات طول عمره، بيحتاج من 2 إلى 3 عسجات في عمره برضه. بنبدأ أول رية طبعا من على عمر حوالي 30 يوم. أول رية طبعا بتاخد حوالي 4 شكاير يوريا، وفي ناس بتدي شكارتين يوريا وشكارتين ملح، يعني 100 كيلو يوريا و100 كيلو ملح مع 10 لتر فوسفوريك مع 25 كيلو لتر 25 كيلو بوتاس. الرية التانية برضو بنعزق الأرض ونسويها ونظبطها ونظبط الخطوط ونرفع التراب حوالين البطاطس. بنحط 200 كيلو سلفات نشادر اللي الملح مع 25 كيلو بوتاس مع 10 لتر فوسفوريك، ونبدأ نروي الأرض. طبعا لازم الري بعد كده الري يكون منتظم من 15 كل 15 يوم الري. في حالة نزول الأمطار إن أنا ما نرويش الأرض عشان الحباية ما تعفنش عندي ويحصل بعض المشاكل. طيب نبات البطاطس بيقعد في الأرض من 120 إلى 90 يوم. طبعا الري قبل الحصاد طبعا بنوقف الري من 5 إلى 15 يوم على حسب الري برضو. طبعا بيحتاج فدان البطاطس حوالي ممكن 4 شكاير يوريا و4 شكاير ملح وشكارتين نترات و2 بوتاس وجيركن فوسفوريك. ده كل محتاجات عشان نحصل على اعلى انتاج باقل تكلفه، ونوصل ل 30 او 35 طن للفدان. والحصاد طبعا بيتم من 90 الى 120 يوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.